كوارث عقارات اسكندرية ما بتخلصش، والنيابة العامة تقرر التدخل. هو ايه اللي حصل؟ استنى هقولك. النيابة العامة طلعت قرار بمعاينة عدد من العمارات القايلة للسقوط في الاسكندرية، ده بعد تداول منشور عبارة عن استغاثة من المواطنين. وفعلا القرار طلع صح، ولقوا تصدعات في 3 عقارات ومسجد، وفورا تم تكليف إدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقارات دي والأماكن اللي حواليها. الحقيقة أن انهيار العقارات في اسكندرية متكرر وبيحصل كل فترة، وخصوصا في الشتاء. يعني عندك لحد 2023 كان عدد العقارات القايلة للسقوط في اسكندرية 300,000 عقار، وده وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، والعدد طبعا في زيادة مستمرة. طب ايه أسباب الظاهرة دي؟ ببساطة ظاهرة تساقط العقارات أحيانا بتكون نتيجة لبعض الأفعال البشرية، وأحيانا بتكون بسبب الظواهر الطبيعية، يعني تقصير من الأجهزة المحلية على مدار سنين، ده بالإضافة للتغيرات المناخية اللي بتتعرض ليها المدينة، والنوات اللي بتحصل في أوقات مختلفة مع تآكل الشواطئ وارتفاع في نسبة المياه الجوفية. كل ده بقى مع مخالفات في البناء اتسببت في تفاقم الأزمة على مدار السنين اللي فاتت.